جوع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا جوع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وأسبوع أخير. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات، وباسمي وباسمكم أرحب بالمذيع عبد الرحمن. حياك الله حبيبنا. أهلا وسهلا بك أنس. نجدد الترحيب بكم أنتم أيها السادة المشاهدون في كل مكان، والذين اصطحبتمونا طوال هذه الحلقات المقبلة. وصلنا وإياكم إلى آخر أسبوع. نذكر على عجالة بطريقة سير البرنامج. سنتكلم عن صحابية من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن يتسنى لكم معرفة هذه الصحابية شرفونا بسماع أصواتكم لتدخلوا معنا في السحب. نذكر أيضا أن تواصلكم يكون عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. أيضا نذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 بشكل يومي. طيب دعنا ندخل على طول في الصحابية لهذا اليوم. هي أم المؤمنين، وعندما نذكر أم المؤمنين هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. هي كما ذكرنا أم المؤمنين وثامن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أسبوع أخير عبد الرحمن ودنا نخفف عن جميل. أما عن نسبها فهي خزاعية من بني المصطلق. هي خزاعية من بني المصطلق. ما ودنا نذكر أكثر في النسب لأن خلاص بتصير يعني أي واضحة. واضحة. نعم. كانت قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم اسمها برة، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها. جميل. طيب أيضا ولدت قبل البعثة بنحو 3 أعوام تقريبا. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 20 سنة في 5 للهجرة، أو سن عفوا هي ابنة 20 سنة تزوجها في سنة 5 للهجرة أو سنة 6
في اختلاف يعني بين المؤرخين في سنة الزواج. جميل. ويذكر أيضا أنها كانت كريمة معطاءة وعابدة زاهدة وورعة، وكانت تقية ذات ورع ودين، وكانت كثيرة الصيام والقيام. طيب أيضا توفيت أم المؤمنين في الربيع الأول بعد 50 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أيضا أنها توفيت سنة 56 للهجرة في المدينة المنورة. جميل. لعل الأمر أصبح جليا على المتابعين. ما شاء الله. نستقبل في هذا أول اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معي؟ عبد. من معي؟ ألو. عندي كلمة شكر. تفضل يا حبيبي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أبهى إنتاجكم وما أروع إخلاصكم. كل تعابير الشكر وعبارات المدح والثناء لا تفيكم حقكم. نرجو أن تكون أيامكم القادمة أحلى وأعمالكم القادمة أحلى، وأن تأتي همامكم أعلى. صديق الرحمن. شكرا يا عبد الرحمن على هذه الكلمات الجميلة، ويعطيك العافية، وشاكر لك دعائك وجميل كلماتك ولذيذ عباراتك. شكرا يا عبد الرحمن، حنا اللي نشكرك انك دائما تدق معنا وتشارك. شكرا يا عبد الرحمن، سعيدين صراحة بالكلام الطيب، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظه. الله يحفظه ان شاء الله ويرعاه. يا رب. عرفت الإجابة يا عبد الرحمن؟ هو يبدو لي انه اتصال مشاركة وثناء على، لانه كان فايز معنا الاسبوع الماضي الجمعة. جميل. شكرا اذا يا عبد الرحمن، ونشكر لك هذه العبارات الجميلة مرة أخرى، شاكرين لك اتصالك، ونسمع صوتك إن شاء الله في برامج أخرى. طيب إلى ثاني متصلين لهذا البرنامج. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاطفي ياسر. ياسر من السودان. عطفي ياسر من السودان، حياك الله حبيبنا عطفي. هل عرفت الإجابة يا غالي؟ جويرية بنت الحارث. سورية. لا، جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شاكر لاتصالك حبيبنا، ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، الاسم الكريم؟ سمية زبيدي من الرياض. سمية زبيدي، أهلا ومرحبا بكم. هل تعرفتي على الإجابة؟ الصحابية جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. شكرا لكم، ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. فوزية سعيد من الرياض. يا مرحبا، حياكم الله أستاذة فوزية سعيد. هل عرفتم الإجابة؟ جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شاكر لاتصالك، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، الاسم الكريم؟ معك منصور زينو. أهلا وسهلا بك أستاذ منصور. هل تعرفت على الإجابة؟ حياك الله، أهلا بك وبأهل اسطنبول جميعا. الله يحييك، آمين يا رب. عرفت الإجابة؟ الإجابة جويرية بنت الحارث جويرية رضي الله عنها. بنت الحارث رضي الله عنها. شكرا لك يا منصور، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا ومرحبا. هل الاسم الكريم من وين تكلمينا؟ إسرار جاسم من اسطنبول. إسرار جاسم من اسطنبول، حياكم الله وأهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ الصحابية جويرية بنت الحارث. الصحابية جويرية بنت الحارث، شاكر لاتصالكم، ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا حياك الله، الاسم كريم. ريان محمد عبد الله من اسطنبول. حياك الله يا ريان، هل تعرفت على الإجابة؟ اي نعم، جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شكرا لك يا ريان ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. وإلى صوت آخر، ألو السلام عليكم. حياكم الله وعليكم السلام، نورين الأساتذة الكرام. الله يحييك، يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله. الاسم الكريم، من وين تكلمنا؟ الله يبارك فيك. معك مؤيد إسماعيل من فلسطين. مؤيد إسماعيل من فلسطين، أهلا ومرحبا، حياك الله وحيا الله أهل فلسطين كلهم. حياك الله حياك الله. الإجابة هي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث، شاكر لاتصالك حبيبنا مؤيد ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر، ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. طيب لعلنا فقدنا المتصل، تفضل. طيب نستقبل. طيب ناخذ اتصال عبد الرحمن. طيب الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله ابو ليلى. حياك الله، يا هلا وسهلا، الاسم كريم. أسامة إدريس. أسامة إدريس صديق البرنامج. اهلا وسهلا بك صديق البرنامج أسامة إدريس. من تكلمنا يا أسامة؟ تكلمت من اسطنبول طبعا. حياك الله، هلا فيك وبأهل اسطنبول جميعا. والله أحب أشكركم على هذا البرنامج. الله يسلمك. لكم الابداع ما شاء الله، والله احنا حزينين يعني ان هذا اخر اسبوع. الله يسلمك يا اسامه، ان شاء الله نتقابل في برامج اخرى. خليك صديق القناه عاد، مو صديق البرنامج. الله يسلمك. الله يسلمك. هل تعرفت على الاجابه؟ جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شكرا لك أسامة إدريس من اسطنبول ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. وصوت آخر، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ مشكاة طاهر حامد من السودان. مشكاة حامد طاهر صح؟ طاهر. أيوة. حياك الله، أهلا وسهلا، تكلمينا من السودان. إيش الإجابة؟ جويرية بنت الحارث. جويرية رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث، شاكر لاتصالك وبإذن الله الفرحة من نصيبك. وإلى متصل آخر، ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو اهلا وسهلا، الاسم الكريم. جميلة علي. اهلا وسهلا استاذة جميلة، من وين تكلمينا؟ من الرياض. اهلا وسهلا بكم اهل الرياض، هل تعرفتي على الاجابة؟ من جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ معنا باذن الله. صوت اخر، الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. طيب لعلنا نذكر مشاهدينا الكرام بطريقة المشاركة في هذا البرنامج. نذكر بأن نستقبل فقط الاتصالات عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ولا نستقبل أجوبة عبر حسابنا في الفيسبوك. ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 بشكل يومي. طيب للاتصالات بقية وللحلقة بقية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا. بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا،
فأين القلوب المؤمنة التي تطأطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نذكر بأن طريقة المشاركة في برنامجنا المبارك عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ونذكر بأننا نستقبل الأجوبة فقط عبر الاتصالات، ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100. الاتصال جاهز عبد الرحمن. نستقبل أول اتصالاتنا بعد هذا الفاصل. ألو، السلام عليكم. طيب لعله لم يجهز بعد. طيب خلينا نرجع للصحابية يا أنس. ذكرنا أنها خزاعية من بني المصطلق، وهذا تلخيص لنسبها. ويذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى برة، فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها. أنا صراحة ما أعرف إيش معنى برة، لكن أكيد النبي صلى الله عليه وسلم حكمة في تغييرها، وكذلك يفعل كثير من الناس بعد إسلامهم يغيرون أساميهم. طيب لعلنا نتكلم عن وفاتها. توفيت أم المؤمنين في الربيع الأول بعد 50 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا بنكمل دخل علينا. أي ما شاء الله، تفضل. طيب ناخذ اتصال، نقول ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا. جوري سعيد من الرياض. جوري سعيد من الرياض، أهلا ومرحبا يا جوري. هل عرفت الإجابة؟ أيوة تفضلي. جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شكرا لاتصالك، وإن شاء الله الفرحة من نصيبك اليوم. ومنها إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. اسمك كريم. لا لنا فقدنا الخط. طيب لعله يرجع ويتصل مرة أخرى بحيث أنه يدخل معنا. طيب مستمعينا الأكارم، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة.
مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نستقبل وإياكم اتصالا ونقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ زمزم عبد الواسع من إثيوبيا. زمزم عبد الواسع من إثيوبيا، يا مرحبا، حياكم الله. هل عرفتم الإجابة؟ أي نعم، الصحابية الجليلة جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث. شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب خلينا نكمل وفاة أم المؤمنين. تفضل. توفيت أم المؤمنين في ربيع الأول بعد 50 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها توفيت سنة 56 للهجرة في المدينة المنورة، وصلى عليها أمير المدينة المنورة آنذاك هو مروان بن الحكم، وكانت قد بلغت من العمر عند وفاتها 70 سنة. ما شاء الله. هذه ذكرنا أنها ثامن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا وأن تكلمنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن عائشة وخديجة ومارية ومن أيضا، وتكلمنا عن بنته الزهراء، وهذه ثامن
زوجاته. طيب لعلنا نستقبل اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اسم الكريم؟ عائشة برهان من اسطنبول. عائشة برهان من اسطنبول، اهلا وسهلا بكم. هل تعرفتي على الاجابة؟ اي نعم، صحابية جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا باذن الله. صوت جديد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمون؟ جميلة سعيد من النرويج. جميلة سعيد، يا مرحبا، حياكم الله. هل عرفتم الإجابة؟ جورية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الاسم الكريم؟ عامر خيري من الرياض. عامر خيري من الرياض، حياك الله يا عامر. هل عرفت الإجابة؟ يا الصحابية الجليلة جويرية بنت الحارث، شكرا لك يا عامر ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟ أسيل محمد من السودان. أسيل محمد من السودان، أهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ نعم، السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، شاكرين لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، اسم كريم؟ محمد برا زينو من سوريا. محمد برا زينو من سوريا، حياك الله وأهلا بأهل سوريا جميعا. هل تعرفت على الإجابة؟ جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شكرا لك ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟ حياك الله حياك الله، معكم مساعد محمد عبد الرزاق من السودان. مساعد الاسم الثاني محمد عبد الرزاق. مساعد محمد عبد الرزاق من السودان، صحيح؟ السعودية. لا سعد عبد الرزاق، والله ضيعني في الاسم. مرة أخرى محمد عبد الرزاق. اي نعم. حياك الله، من وين تكلمنا يا غالي؟ من السودان. من السودان، حياك الله وحيا الله أهل السودان. هل عرفت الإجابة؟ نعم، الصحابية جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، شاكر لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، الاسم الكريم؟ صابرين حسن من الرياض. أهلا وسهلا صابرين. هل تعرفت على الإجابة؟ الصحابية جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. وإلى صوت آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟ مريم سعيد الجبرتي من الرياض. مريم سعيد الجبرتي من الرياض، أهلا ومرحبا يا مريم. عرفت الإجابة يا مريم؟ اي نعم، جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شاكر اتصالك يا مريم وإن شاء الله تفوزين معنا بإذن الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، الاسم الكريم؟ معك أبو مبارك من السعودية. أبو مبارك من السعودية، حياك الله. هل تعرفت على الإجابة؟ اي نعم، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. أبو مبارك مين معليش؟ أبو مبارك الجبرتي طال عمرك. أبو مبارك الجبرتي، حياك الله. إذا جويرية بنت الحارث، شكرا لاتصالك يا أبو مبارك ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟ معك منى خيار من اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله يا خالة منى. هل عرفت الإجابة؟ نعم، الصحابية جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. الاسم الكريم؟ الوليد بيان من الرياض. الوليد بيان من الرياض، حياك الله يا وليد. عرفت الإجابة؟ اي نعم. تفضل. جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شاكرين لك يا وليد ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ كريمة موسى من الرياض. كريمة موسى من الرياض، أهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ نعم، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث، شاكر لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ سلمى محي الدين من الرياض. أهلا وسهلا يا سلمى. عرفت الإجابة؟ الصحابية جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. شكرا لكم يا سلمى ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. صوت آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟ أهلا بك، الله يسلمك يا رب. رنا موسى من اسطنبول. رنا موسى من اسطنبول، تفضلي. أيوة. جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث. وصلت الإجابة، وصلت الإجابة. جويرية بنت الحارث، رنا موسى من اسطنبول. شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ محمد بيان من الرياض. محمد بيان من الرياض، حياك الله يا محمد. عرفت الإجابة؟ اي نعم، جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شكرا لك يا محمد ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومتصل وصوت آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اسمك الكريم ومن وين تكلمنا؟ من اسطنبول. أحمد الطويل من اسطنبول، أهلا وسهلا يا أحمد. إيش الإجابة يا أحمد؟ جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شكرا لاتصالك يا أحمد ويحالفك الحظ إن شاء الله. أقول رتيل ما لها رتيل وتولين، إيه ما لهم صوت. ها فعلا. ننتظركم يا رتيل وتولين. اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم كريم. طيب، فقدنا الاتصال. معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. الاسم كريم. الله يحييك. وليد محمد. من معي؟ من معي معليش مرة أخرى؟ وليد محمد عبد الرزاق. وليد محمد عبد الرزاق، حياك الله. من وين تكلمني يا وليد؟ الله يحييك، من اثيوبيا. أهلا وسهلا بك. عرفت الإجابة؟ الإجابة هي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. شكرا لك، شكرا لك يا وليد ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومتصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟
ميمونة بيان من السعودية. يا مرحبا، حياك الله يا ميمونة. هل عرفت الإجابة؟ جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شاكر اتصالك يا ميمونة ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم، معنا الاتصال. تسمعني؟ ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. الاسم الكريم؟ جودي أحمد. جودي أحمد، من وين تكلمين يا جودي؟ من اسطنبول. أهلا وسهلا. هل عرفت الإجابة؟ الصحابية جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. ومنها إلى صوت آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب لعلنا وصل الاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، معك عمار جمال من اسطنبول. عمار جمال، يا مرحبا يا عمار. عرفت الإجابة؟ يا أهلا. إي نعم، جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث، شاكر اتصالك حبيبنا عمار جمال ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى آخر اتصالاتنا لهذا اليوم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا، معك عمار جمال. ألو السلام عليكم، سمعنا من التليفون يا إخوان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، الاسم الكريم؟ طيب فقدنا الاتصال. لعلنا إذن بهذا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. فاصل قصير ونعود إليكم مع السحب، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان،
تلاوة وفهما وعملا بما فيه. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نعلن الإجابة لهذه الحلقة المباركة، هي الصحابية الجليلة جويرية بنت الحارث ثامن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل وإياكم إلى المرحلة الأخيرة والسحب. عبد الرحمن حياك الله يا أنس. طبعا ما وصلتنا إجابات خاطئة هذا اليوم ولا الحمد لله منه. أخلط. طيب. طبعا ما شاء الله جميع اتصالات قلت لي كانت إجابتها صحيحة. كانت إجابات صحيحة. أما الفائز معنا هو واحد صاحب الحظ والنصيب. هذه طلعت. طيب أعطينا الفائز يا عبد الرحمن. الفائز يا أنس هو عمار جمال من تركيا. فاز معنا لهذا اليوم بجائزة وقدرها $100، وإجابته كانت جويرية بنت الحارث وهي إجابة صحيحة. عمار جمال مبروك الفوز لك. تواصل معنا لتستلم جائزتك من القناة. شكرا لكم أيها السادة المشاهدون على حسن الاستماع والمتابعة. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم ونلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة. الشكر لك صديقي أنس. ألف سلام عليك يا عبد الرحمن. الله يسلمك. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة وحسن المشاركة. ها قد وصلنا وإياكم إلى الختام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا